رجعت مش لحالي، رجعت طبعا مع ضيفة اللي كتير أنا كنت متشوقة يعني إنه تكون موجود معي لحتى نتناول مواضيع كتير مهمة. وطبعا موضوعنا اليوم كتير مهم واللي هو راني الخضري، خبير طاقة خليني أقول. وأنا اكتشفت هذا الشيء أول ما وصلت، جبت الطاقة معك راني. سكرنا الباب. كيفك، شو أخبارك؟ تمام، كيفك، شو أخبارك؟ أنا كتير مبسوطة إنك موجود معي. نحن اليوم رح نحكي على موضوع الانتحار، ورح نحكي على موضوع السعادة. أنا كلايف كوتش مدرب سعادة، أنا جاهز. شو حابين حضرتك المشاهدين؟ نحن بدنا نخليهم سعداء وبدنا نخليهم يلاقوا حل لواحد ما يكون كئيب لما يوصل لنقطة الانتحار. بدنا نلاقي حلول للشباب اللي عم بيتابعونا عبر المنصة. ففيكم تفوتوا على المنصة وتسألوا راني اللي بدكم إياه. أنا معكم. طبعا راني الكآبة هي السبب الرئيسي بزيادة معدلات الانتحار. طبعا هيدا شيء فاكت موجود، صح؟ شباب عم بيهددوا بالانتحار أو عم يطلعوا على البث المباشر وعم بيفرجونا شو عم يعملوا، وعم بيكونوا كتير خلوقين يعني صح. بالموضوع لأنه ما معهم اضطراب نفسي، معهم تعاسة آنية. طيب هذا خلينا نتحدث بهذا السياق. راني انت خبرني شو رايك بالموضوع؟ اكيد سمعت الاخبار اللي طبعا شوي أكيد. كل واحد موضوع كل واحد بشكل اكيد واغلبيتهم شباب على فكره. هلا مو بس يوتيوبر، هلا كل الاصناف، الغني والفقير، المشهور والغير مشهور. فكرة الانتحار هي واردة لأي شخص. أول شيء عن طريق قلة الإيمان، واحد. ثاني شيء اضطراب النفسي. ثالث شيء الجينات. رابع شيء الإدمان والمخدرات. طبعا جينات. إذا كان عندك، إذا بتجي لعندي أنا بسألك إذا كان عندك أنت قبل حدا من أهلك كان عامل هالفكرة قبل، طبعا الجينات كتير بتلعب دور. صراحة أنا ما كنت عارفة أبدا طبعاً عن موضوع إنه الجينات إلها عليها. إذا في عندك حادثة قبل بالعائلة فيها انتحار تلعب دور. يعني هو بيجي مثل ديزوردر بالجينز. تمام بدين إيه. تصوري خطير الموضوع جدا، وخاصة لك فكرة. هلا اليوتيوبر رح نعطي اسباب. خلينا نحكي عن كل واحد بالتفصيل. كشخص عادي فكر بالانتحار، او شخص مدمن فكر بالانتحار، او واحد قليل ايمان فكر بالانتحار. لانه لازم نحن نعرف شغله واحده، انه مو كل العالم مثل بعض. وقبل رح نحكي، طب شو رايك نحكي اول شيء انت مثل ما بدك قسمها حتى نبلش من الاساس ونفوت على التشعب. شوفي، موضوع السعاده لكل شخص هو مختلف عن الثاني. يعني في ناس عندهم سعاده بالمال، في ناس عندهم سعاده بالصحه، في ناس عندهم سعاده بالاكل، في ناس عندهم سعاده بالشغل، في ناس عندهم سعاده بالشهره. كل واحد على حسب. موضوع النصائح واللي عم تنعطى بتدريب السعاده او التنميه البشريه او الطاقه، شوفي ما في شيء اسمه نصيحه جماعيه للكل. انه انت تسمعي شيء على الفيس او الانستا او اليوتيوب هي النصيحه تليق بك، هذا حكي غلط. هذا الحكي تماما غلط. النصيحه هي لإلك، لشخصك الكريم. انت انا بدي اعرف رين، انا بدي اعطيه نصيحه لرين. اعطيكي مثال. هلا رين، انا اذا اعطيتك هلا كتابين بيحكوا كيف تتعلم السباحه في سنه، طولي بالك رح نكمل بقيه القصه. كمل انا عم بسمع، انا ما رح اتدخل. لا اعطيك كتابين كتير مهمين عن تعلم السباحه، اعطيتك اياهم. تمام اوكي. انت قريتيهم، تصوري مو 4-5 ايام، اعطيتك في سنه. وجيت بعد سنه انا وياك على البول، رحنا على المسبح، قلت لك تفضلي ورجيني اللي تعلمتي. رح تسبحي؟ ما بعتقد، لأنه ما عملت براكتس. برافو عليك، بس قريت. التمرين والتفاعل. طيب رح نعتبر أنا نزلتي، خاطرتي ونزلتي. طيب فرضا رين كان عندها مشكلة بظهرها ومكتوب بالكتاب إنه في عندك حركة فراشة بدك تعمليها. شو رح يصير فيكي؟ ما بقدر. ممكن يصير معك زيادة مشكلة وممكن هاي المشكلة تزداد. مشان هيك أنا بدي أعطي نصيحة لرين، بدي أعرف كل شيء عن رين. اوكي. كل شيء عن رين، أكلة لرين، شربة لرين. أنا البرنامج اللي بعطيه هون بالمركز، شوفي أنا كأول مركز مرخص في الإمارات العربية المتحدة لتطوير أسلوب الحياة. لفكر شو وتبعد الأشخاص عن الكآبة ويصيروا هن سعداء كيف هن بحبوا. كيف أنا بدي أشتغل؟ أنا بشتغل عن طريق أنا وفي جهاز بصور لك حالتك. نحن انتقلنا هلا الطاقة من الأولد لنيو، في شيء جديد هلا. طيب شو هي كانت الطاقة الأولد والطاقة الجديدة؟ الطاقة الأولد اللي أنا بجي بقعد أنا وياكي صبحية نسوان بنقعد بنحكي إنه تفائلي، الأمور بخير، أنت منيحة، فيكي تنجزي، فيكي تساوي. هاي الأولد، الكلام المحفز. أوكي. لكل العالم. لا النيو إنه بتفوتي لعندي على المركز. أنا باخذ لك صورة 3D، طاقتك، هالتك، شاكراتك، كل شيء بيتعلق فيكي بأحدث جهاز بالعالم. لتصوير الأورا. أنا بعرف إذا عندك مشروع اكتئاب ولا لا عن طريق الأورا. الأورا هي الهالة المحيطة فيكي، نحن عندنا هالة. أنا باخذها كيف؟ شايف السكينر تبع المطار وبشوف الباجز من جوا، أنا بشوفك من جوا مو من برا. يعني بلا ما أحكي أنا؟ لا بدون ما تحكي. أنا مكتئبة مثلا. رح أعرف كل شيء عندك، مو بس أنت مكتئبة. شوفي التطور وين صار. واحد أخذت أنا الفايل، قعدنا أنا وياكي. طيب رين احكي لي شو قصتك، شو كذا، شو بتاكلي، شو بتشربي.
شو اخبار اهلك، شو بتشتغلي، شو حلمك. بعدين بعطيكي كورس. هذا الكورس هو عباره عن كورس لوني، مو بس بيعتمد على اللون. يعني انا بدي اخلي مثلا رين كرمال بدها تعطي انرجي مثلا، خليها تشرب احمر، انا بدخل لك الوان. اوف، هذا عالم وعلم بحد لا ذاته. ايه، عالم وعلم بحد ذاته، وعالم صار كثير نيو، يعني كثير جديد. كثير جديد. يعني ما هو كل شوي عم نتطور وعم نشوف اشياء تمام. جديده. مشان هيك حتى الطاقه بدها تتطور. الطاقه تطورت كثير، وخاصه بهالفتره هي. يعني انت قاعده باحدث واذكى مدينه بالعالم، بدك تتطوري معها، بدك تمشي معها، صح ولا لا؟ وبدنا نساعد الاشخاص. تمام، بدنا نساعد الاشخاص. والاشخاص كيف بدنا نساعدهم؟ رح اقول لك شو بصير فكره الانتحار. يعني احنا ليش عم نحكي كل هذا؟ بيز. شو هي برافو البيز؟ عليكي. البيز انه في عندنا شاكرا اسمها شاكرا الضفيره الشمسيه. هي نحن نقول اول شيء للمشاهدين شو يعني شاكراز. شاكراز هي كلمه سنسكريت، هي مراوح. عندنا نحن 7 مراوح بالطاقه. هي المروحه، كل مروحه مسؤوله عن شيء معين، كل شاكرا مسؤوله عن شيء. هي مسؤوله عن الايجو، هي المروحه الصفراء مسؤوله عن الايجو والحب والعشق. وين موجوده؟ هي موجوده تحت اسفل القلب. اسفل القلب، عند سرتك بالضبط. مشان هيك معظم البنات اللي بيتركوا رفقاتهم بصير معهم وجع معده، لانه بتوقف الاي سي، بتوقف المروحه. هلا حاعطيكي كل واحد كله له علاقه كله له علاقه. لانه المروحه هي مع وعكس عقارب الساعه، هي بتدور. هي شو هي؟ لها محركين. هي المروحه لها محركين. مروحه الايجو يعني انا ريان، والمروحه الثانيه بتتعلق بالحب. مثلا كيف انه بيتركني انا ريان. برافو. شو بتعملي؟ وانا مغرومه، شو بتعملي؟ موجوعه. عندك رح نحكي المثال تبعك كيف بتركني. عندك حلين: يا بتصيري اوفر زياده، بتصير بتحطي صور زياده على انستغرام، تبدلي لون شعرك، انه انا مو فارقه معي، بس انت فارقه معك، هي رد فعل عكسي. يا بتقعدي بالبيت بتصيري وحده